السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سورية محبوبة تيفي. ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم مسمن معمر بالكفتة والبصلة ومذاق ديال الشحمة اللي كيجي اكثر من رائع. وكذلك غادي نشارك معكم كيفاش غادي تورقوا هاد المسمنة ديالكم هكا كبيرة، وكيفاش غادي ديروا وحدة فوق وحدة، وكيفاش غادي تخرجوا كمية كبيرة بعجينة وحدة وبتوريقة وحدة. كما كتشوفوا كيفاش كيجي الملوي ديالنا، كيجي صراحة عامر وكيجي خفيف ومهوي، ما كيجيش معجن، وكيجي اكثر من رائع، يعني احسن من ديال المحلات. والمذاق ديالو ما تصوروش شحال جا بنين بنين بنين. يعني غادي تحتاجوا هاد الوصفه في هاد رمضان ان شاء الله. تبعوا معايا ان شاء الله الطريقه كيفاش يجيكم الملوي ديالكم مورق. يلا نخليكم مع المقادير. هنا بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو هنا نصف كيلو ديال الفورص، ونص كيلو ديال الفينو، وكنحتاجو الملحه. صافي هادشي اللي كنحتاج في الملوي، ما كنديروش الخميره وما كنديروش السنيده باش ما كيتحركش لينا. صافي مباشره كندوز كنعجنو. ممكن تعجنوه في العجانه اولا غير بيديكم في الكسعه، يعني المهم العجانه كتسهل شويه. وصافي هادشي اللي كاين. صافي غادي نحاولوا نجمعوا العجين ديالنا حتى يتجمع مزيان، ونخليو العجانه تدلكو اولا ندلكوه بيدينا. المهم العجينه ديالنا ما تجيش قاصحه وفي نفس الوقت ما تجيش جاريه، باش ما يبقاش يتقطع عليكم الملوي ديالكم ملي تكونوا هكايا كتورقوه. يعني من الاحسن ديروها شويه قاصحه وتخليوها تطلق. صافي هنايا من بعد ما سالت العجينه ديالها، كما كتشوفوا العجينه ما قاصحاش وفي نفس الوقت يعني ما جارياش. هانتوما كما كتشوفوا يعني فاش كنمعسوها بيدينا يعني يدينا كتمشي فيها. هنايا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيها هكا بواحد البلاستيكه. غادي نغطي غير البول ديال العجانه، ونغطيها هكا بشي زويف ونخليها ترتاح. هنايا غادي ناخذ هنايا 4 الحبات ديال البصله يكونوا مشلضين، واحد خيزويه محكوكه، وشويه ديال الكفته. وهنايا عندي الشحمه اللي طحنتها حتى هي في الهاشوار، وعندنا القزبور، عفوا المعدنوس. هنا بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال. هنا بالنسبه للعطريه عندنا الكمون والسكينجبير والابزار والخرقوم والملحه والتحميره. وعندي تقريبا 4 كأس ديال الزيت هو اللي ضفت، حيت كاينه الشحمه يعني ما نحتاجش الزيت بزاف. ونزيدوا شويه ديال التحميره يعني باش تجينا ديك هاد الحشوه ديالنا تجينا حمراء، ما تجيناش هكا صفرا باهته، باش كتعاوننا حتى في الملوي ديالنا باش كيجي حميمر. هنا مباشره غادي ندوز نشحرها على عافيه تكون مجهده، باش البصله ما ترخيناش الماء هي والكفته. باش دغيا غادي نشحروها غير شويه، ما نخليوش ديك البصله حتى طيح، غير تنشف لنا. غنبقاو نديوها ونجيبوها غير تنشف لنا. صافي هنايا من بعد ما نشفات ليا قلت لك كما قلت لكم على عافيه كانت مجهده، ومع التحريك المستمر ما حيدش يدي. صافي هنايا غادي ندوز، غادي نخلي الحشوه تبرد. غادي نسبقوا الحشوه ضروري هي الاولى من بعد ما عجنا، باش الحشوه كتبرد. ما نديروش الحشوه سخونه باش ما تقطع عليناش العجينه. صافي هنا العجينه من بعد ما ارتاحت غادي نقسمها على 5 ديال الكويرات. الكويرات يكونوا لا باس بهم، ما يكونوش كبار. هنا الزيت يعني درت فيه شويه ديال التحميره، باش هكا الكويرات ديالي كيجيو حميمرين، ما كتجيش ديك العجينه بيضاء ويجي داك الملوي بيض، باش كيجي كتعاون كتعطيه داك اللون صراحه كيجي حمر. صافي هنايا غادي نحاول نبسط الكره الاولى ديالي، غادي نبسطها مزيان باش تجي مورقه. حاولوا تاخذوا هكايا شي سطح العمل هكا يكون واسع باش كتخدموا براحتكم. صافي وكندهنوا سطح العمل غير بديك الخلطه ديال الزيت والتحميره. صافي هنايا من بعد ما كنطلقها مزيان كنشد الطرف الاول كنتنيه هكايا على جوج، والطرف الثاني كنتنيه عاوتاني على جوج عاوتاني. ومن بعد كنبقى نشكل هكايا، كنبقى نطوي باش نشكل بحال هكا، بحال غادي ندير مسمنه كبيره. ولكن من بعد انا غادي نقطعهم هكايا صغار. ولكن ضروري نبداو نورقوا كما كتشوفوا. كنستعن بشويه ديال الزيت وكنبدا نلوي. غير هو منين تلويو ما تزيروش، ديروه بحال اللي كطويو وبقاو تلويو وانتم مرخوفين، باش هكا العجينه ما كتجيش معجنه، ما تجيش مدقصه. انا راه كنت كنلوي ولكن كانت مرخوفه. هنا غادي نقسموا العجينه ديالنا. انا قسمتها هنايا على 5 باش يعطيوني كويرات يكونوا صغيورين، باش هكا منين ندير وحده فوق وحده ما يجيوش معجنين، وتجي ديك المسمنه مورقه. راه كتجي البنات مورقه وكتجي مقرمشه، ملي كتكون يلا خارجه من المقله راه كتكون مقرمشه.
زعما كتجي واخا ما فيهاش الزبده صراحه، راه كتجي مورقه. هنايا راه درت، هنايا ما حاولت ما نزربش الفيديو غير باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنت كنلوي. يعني راه كنت غير بحال اللي كنطوي كما كيبان لكم في الفيديو. يعني راه كنت كنلوي غير بشويه، وكنستعن بشويه ديال الزيت ضروري باش ما تلصق لياش. وكما قلت لكم العجينه راه كانت يعني معاوناني، ما كانتش جاريه، حاولوا ما تجريوهاش. والعجينه خليوها ترتاح، بحال دابا كل مرحله كديروا خليوها ترتاح. بحال دابا هنايا غادي نسبق انا بالكره الاولى اللي بديت بها. هنايا راه درت المقله كتسخن، غادي نبدا نبسط الكره الاولى اللي بديت بها. غنبسط جوج كويرات في دقه واحده، حيت غادي ندير وحده فوق وحده. غير الاولى غادي نبسطها شويه، غتكون كبيره على الثانيه باش الفوقانيه غتجي فوقها، باش تبقى واحد شويه د المساحه باش نكون كنطوي. المهم دابا يبان لكم كلشي في الفيديو، باش حتى الا ما عرفتش نشرح مزيان غادي يكون كلشي كيبان لكم. كنبسطها مزيان وغادي ندير الحشوه، غادي نعمرها هكا، وغادي نطلق ديك الحشوه من بعد ما بردات ليا مزيان. وما ما كانش فيها الماء نهائيا، حيت كما كتعرفوا البصله راه كتطلق الماء هي والكفته. ولكن ملي كتشحروها هكا على عافيه كتكون مجهده ما كترخيش الماء. صافي هنايا من بعد ما عمرت المسمنه الاولى ديالي، الملويه الاولى، صافي هنايا داك الفوقاني كنحاول ما نجيبوش لاصق مع التحتاني، كنخلي واحد شويه ديال الفراغ. داك الفراغ باش كنبقى نطوي دوك الجنيبات كما كيبان لكم في الفيديو. كنبقى نهز غير دوك، غير الريوس، ما تهزوش بزاف باش ما يجيكمش دوك القنوته معجنين. انا راه ما جاونيش معجنين، راه كنهز غير القنت وكنبقى نطوي. صافي هنا كنبسطها. انا البنات راه ما احتاجيتش ورق الطابخ باش نهز به، حيت العجينه كما قلت لكم كانت شاده راسها. يعني ملي كنهز ديك الملويه ديالي ما كتطلق لياش. هنايا المقله راه كنت دهنتها بالزيت باش ملي كنلوحو الملويه الاولى ما كتلصقش لينا. ضروري دهنيها قبل ما تسخنيها، دهنيها بحال اللي شكل كدهنيها باش ديري الحرشه. دهنيها في الاول، دهنيها كامله بالزيت وعاد ديريها تسخن. صافي هنايا مع التحريك المستمر وكنبقاو نقلبو ونشقلبو ضروري. وكنستعن غير بشويه ديال الزيت، راه ما غندهنش بزاف ديال الزيت لحقاش هي راه فيها الشحمه، وديك الشحمه راه كترخي ليدام ديالها وكتعاونها صراحه في الطياب. يعني الملوي هكا المعمر راه ما كيحتاجش الزيت بزاف، غير داك شويه اللي كناخذو فاش كنكونوا كنورقوا به ضروري حيت باش ما يلصق ليناش ضروري كنحتاجو شويه الزيت. هنا حتى الا حسيت بالمقله شويه ناشفه عاد كنرش واحد شويه المقله. وكما قلت لكم كنبقاو ضروري السير باش كيجيكم محمر وكيجي داك اللون ديالو مذهب، كنبقاو ندورو بيدينا. صافي هنايا الملويه ديالي ها هي طابت، وريتكم الاولى اللي طابت. اما كما كتشوفوا يعني راه باقا سخونه. شوفوا العماره كيفاش جات، وشوفوا التوريقه وكي جات مقرمشه، راه غير التصوير ما عطاهاش حقها. المهم هنايا كملت، انا درت جوج مقالي باش نسربي. المهم شكون اللي بحالي كدير هاد القضيه هادي صراحه انا ما كنقدرش نكمل على مقله وحده، ما عرفتش كنمل. كيعجبني ندير جوج مقالي هكا باش كنسربي دغيا. وهنايا وريتكم هنا راه كنفرق الحشوه باش كل ملويه كتاخذ حقها في العماره. انا المهم هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير. وهكا انا دغيا ساليت فاش درت جوج مقالي صراحه دغيا ساليت، عاونوني دغيا. هذا هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. صراحه كيجي غزال وكيجي المذاق ديالو بنين بنين، ما تشبعوش منه بديك المذاق ديال الشحمه. غير طحنوها باش ما تبانش وتجي كتعطي داك الليدام ديالها. وشفتوا اللوين اللي عطا حتى ديك التحميره كتزيد كتعطيه داك اللون. هانتوما كما كتشوفوا جا مهوي وجا عامر. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وتبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق الزوينه. يلا مع السلامه ورمضان كريم. وجربوا هاد الوصفه هذه الفطور ديالكم الملوي معمر، راه كيجي زوين وبنين. ممكن تفطروا به اولا تسحروا به كاع، علاش لا، كاينين الناس اللي كيتسحروا بالمخمر والملوي. يلا مع السلامه.